جوزك يا سعاد. في ايه اللي حصل؟ مفيش، لقيته بينده عليا طلعت اجري، قال لي الاكل بيتحرق وسعاد مش هنا. ببص لقيته لوحده وبيقول لي كلام غريب كده. يا خبر ابيض، ليه الندالة دي؟ زي ما بقول لك كده. انت ما حاولتيش تكسبي اهله؟ ايوه ما انا عارفه، بس عاوزاك في كلمتين. قولي لي بقى يا سعاد، قعدتك هنا في بيت العيلة مش عاملة لك أي مشاكل أو أي إزعاج؟ ازعاج من ناحية ايه يا حبيبي؟ يعني بيبقى في بنات كتير بتشتكي من قعدتها في بيت العيلة ومشاكله وكده، فأنا قلقان تكوني متضايقة وفي حاجة ومش عايزة تقوليها. ده انا اقعد معاك حتى لو في الشارع يا حبيبي، وبعدين ده انت مهنيني وبتحترمني واهلك كمان بيحبوني من حبك ليا، هحتاج ايه تاني؟ يعني مش هتيجي في يوم وتشتكي من بيت العيلة يا سعاد؟ ابدا، انا بثق فيك وعارفة جوزي كويس. أنت مستنية حد؟ ده ممكن تكون داليا بنت عمك، قالت لي ان هي تطلع تقعد معايا شوية وهتحكي لي كده على مشكلة عندها ونتكلم مع بعض يعني. طب أنا هخش أريح لحد ما هي تنزل. ماشي يا حبيبي. داليا تعالي يا داليا ادخلي. ازيك يا سعاد؟ الحمد لله يا حبيبتي، ادخلي. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، تعالي اقعدي. ازعجتك او عطلتك عن حاجه؟ حتى لو مشغولة افضلك يا حبيبتي. حبيبتي يا سعاد، انت اختي اللي جت نورت البيت. ربنا يديم ما بينا الحب يا قلبي، وانا كمان بعتبر كل اللي في البيت هنا اخواتي وعزوتي. انا مش عارفه بجد لولا وجودك كنت لما هزعل هروح فين واروح لمين واتكلم معاه. ما تقوليش كده يا داليا، واتكلمي يلا، انا عايزه اسمعك. بقول لك، هو احمد هنا يا سعاد ولا نزل؟ عشان ما يتضايقش بس. احمد نايم ومعلي المغرب، اتكلمي بقى انا عايزه اسمعك. قولي ايه اللي حصل. انا هقول لك، انت عارفه طبعا سعيد جوزي، وان انا قاعده في بيت العيله بتاعهم، بس بجد يا سعاد عيلته صعبه قوي قوي، ومحدش بيحبني ولا بيعاملوني حلو، وطول الوقت حاسه اللي غريبه ما بينهم، وكل مشكله بتحصل ولا بيقف في صفي ولا بيدافع عني، وطول الوقت مبدي امه واخواته عليا وكسر نفسي قدامهم. يا خبر ابيض، ليه الندالة دي؟ زي ما بقولك كده. انت ما حاولتيش تكسبي اهله؟ حاولت بكل الطرق، بس هم عيله غريبه كده، لهم اسلوب وحياه مختلفه، وانا ما بقتش عارفه اندمج معاهم. يا ريتني كنت سمعت كلام عمي زمان وما خرجتش بره عيلتي، كان زماني متجوزه هنا وسط اهلي وما خرجتش اتمرمطت بره. كل حاجه وليها حل باذن الله. بصراحه انا من يوم ما جيت البيت هنا وما شفتش غير كل خير من احمد واهله. احمد ده كان عصبي قوي زمان، متوقعتش ابدا ان هو لما يتجوز يكون بالعقل ده. احمد ده مفيش احن منه في الدنيا، ربنا يخليهولي ويحفظهولي يا رب. ربنا يسعدكم يا رب، اهم حاجه انك مرتاح. الحمد لله يا حبيبتي. المهم بس عايزين نشوف كده هنعمل ايه مع جوزك واهله. يا سعاد جايه حاضر. ثواني يا داليا اشوف احمد بس وجايلك على طول البيت بيتك. حاضر، انا قاعده اهو. ايه يا حبيبي، محتاج حاجه؟ ايه يا سعاد، هي كل ده ما نزلتش؟ ده انا نمت وقمت وشبعت نوم، وهي كل ده بره؟ صباح الخير يا ابن عمي، كل ده نوم؟ بطل كسل. صباح الخير يا داليا. وبعدين هو في حد بيدخل على حد فجأة كده؟ انت هتتغير عليا بعد الجواز ولا ايه؟ ده احنا كنا ليل ونهار سوا. حبيبتي وما زلتي اخته طبعا. شايف الكلام الحلو؟ مش انت يا دبش. طيب هقوم انا اعمل مكالمة كده في التليفون يا سعاد، عن اذنكم. مش كان زماني انا اللي متجوزاه دلوقتي وعايشه متهنيه مع راجل يحبني ويدافع عني بدل قله الكرامه دي؟ يا بختك يا سعاد، ده احمد ده كان المفروض اللي ليا انا وتقدم لي انا، بس هعمل ايه في غبائي؟
ايه ده يا سوسو؟ امال انت رايحه فين؟ راح اجيب كده شويه طلبات وراجع على طول. امال احمد فين؟ منزلش هو يعني؟ احمد بقى مريح شويه يا دودو، انا وهو واحد عادي. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. عايزه اي حاجه؟ لا سلامت. ماشي يا دودو. مع السلامه. هي بتسالني على احمد ليه؟ دي مالها دي؟ طب والله فرصه، ليه لا؟ ايوه، ما انت معاك المفتاح يا سعاد، ما تفتحي على طول. ايه ده داليا؟ سعاد تحت بتجيب حاجات من السوق وجايه. ايوه ما انا عارفه، بس عاوزاك في كلمتين. يعني ما كانوش ينفعوا في التليفون؟ كده مراتي هتزعل يا داليا. احمد، هو كل اللي بتفكر فيه مراتي مراتي؟ خلاص نسيت كل اللي ما بينا؟ انت مجنونه؟ ده ابويا اللي هو عمك هو اللي كان عايز يخطبنا لبعض، لكن انا ما كانش فيه اي حاجه من ناحيتك، واظن انت كمان، احنا طول عمرنا اخوات. عمرنا ما كنا اخوات يا احمد، وانت عارف ان انا طول عمري وانا بحبك، وكنت مستنيه انك انت اللي تيجي تقول لي. داليا بطلي جنان، انت عارفه كويس انا بحب مراتي قد ايه، واللي انت بتعمليه ده ما يصحش، انت ست متجوزه. بس انا ما بحبش جوزي وما بيعاملنيش زيك انت لما بتعامل الست سعاد. ربنا يهديلك الحال يا ستي، انا مالي بمشاكلك. اتفضلي بعد اذنك انزلي شقتك، ما ينفعش مراتي تيجي تلاقيكي هنا. انت بتطردني يا احمد؟ اعتبريها كده. الله يخرب بيتك، شكلها مراتي ده حلوة قوي، ما هو ده اللي كنت مستناه يحصل. جوزك يا سعاد. في ايه اللي حصل؟ مفيش، لقيته بينده عليا طلعت اجري، قال لي الاكل بيتحرق وسعاد مش هنا. ببص لقيته لوحده وبيقول لي كلام غريب كده. وربنا ما حصل، دي كدابه وبتتبلى عليا عشان طردتها. وانت مش محتاج تحلف يا حبيبي. بقول لك حاول معايا وبهدلني. اصلا انا ما رحتش السوق عشان نسيت الفلوس، وكنت مستمتعه قوي وانا واقفه قدام باب الشقه وسامعه جوزي وهو بيطردك وبيدافع عني وعن بيته. بجد؟ سمعتها صح؟ الحمد لله، العقربه دي كانت عايزه تخرب علينا. وحتى لو ما سمعتهاش انا واثقه فيك يا حبيبي. لعلمك بقى ده كان هيموت عليا زمان وانا اللي رفضته. انت لسه بتبجحي؟ بتقولك سمعتك. واديكي قلتي حتى لو كان هيموت عليكي زمان فهو بيموت فيا دلوقتي. هتنزلي بكرامتك ولا تردك انا كمان؟ يلا مستنيه ايه؟ يلا يلا يا ماما. اقسم بالله عرفت اختار صح. زي ما عرفت اختارك هعرف احافظ عليك، انت حب عمري يا احمد. المرة دي الرسالة مختلفة، وهي الثقة المتبادلة بين الزوجين. اوعي تخربي على نفسك ولا تسمحي لحد يتدخل ما بينك وبين جوزك. خلي ثقتك فيه وحبك ليه ما يخلوش حتى حد يتجرأ ويحاول يتدخل ما بينكم. بيت عيلة بيت أغراب، في النهاية هو بيتك ومملكتك اللي لازم تحاربي وتحافظي عليه. وربنا يبعد عن كل البيوت الناس الشر خرابين البيوت اللي بيستكتروا الفرحة علينا. يا رب تكون الرسالة وصلت.